اول حاجه نشتغل على اي ترابيزه لازم نحط المفارش اللي هي بتاعه الاكل اللي هي الشفافه دي، ونعملها كده علشان نخلخل الهواء وما تروحش وتيجي معانا. احنا شايفين الحروف بلاقي فيها شفاف وبلاقي فيها مصمت، لا هي كلها بتيجي الاول شفافه، بس دول اللي انا بستخدمهم دايما. ماده الريزن دايما هيبقى فيه بارت A بارت B. كل شركة بتكتب النسبة اللي هي بتبقى الصح. يعني هنا بيقول لك 4:1، يعني هاخد من هنا 4 مقادير، يبقى هنا مقدار، وبالتالي أنا هنا لازم يكون عندي إيه؟ ميزان، ولازم يبقى عندي تنر، أوكي، ولازم يبقى عندي اسطمبة، لازم يبقى عندي كوباية كبيرة بتاعة القهوة أو البلاستيك، لازم يبقى عندي كوبايات صغيرة، لازم يبقى عندي بتاعة القطن بتاعة الودان، لازم يبقى عندي جوانتيات، ولازم يبقى عندي ورق ذهب سواء اكسديه او ذهب زي ما انتوا شايفين هنا كده، ذهب ذهبي، ولازم يبقى عندي ورق فضي، لازم يبقى عندي حاجات بتاعت بستخدمها في الديكور، اكاسيد، الوان اسمها مايكا، ادوات زينه، وكمان الوان كحوليه. عملنا اللون الموف والبيستاج عشان يليقوا على بعض، وهنحط من اللي يخصه ويعمل ماتشنج معاه. عملنا حروف بألوان مختلفة. برضو الموضوع بيحتاج إلى ذوق، ألوان إيه تليق مع إيه. وكمان عملنا قلوب. هنعمل دلوقتي صواني. المادة دي لازم تتقلب يعني بكم يعني بشكل رهيب، اللي هو خليط ايه زائد بي، يعني مش مرة ولا كأنك تعملي كوباية شاي، لا اقعد شوية حلوين واجيب كده واجيب كده واجيب كده من القعر واجيب كده وارجع اعمل كده وبعدين اخده كده، عشان ما يبقاش في حتة ناشفة وحتة مش ناشفة. دي المرحلة اللي قبل الأخيرة.